هذا مركز ديال الادمان اللي تعالج بزاف ديال الطرق. كاين الناس اللي هما مختصه بالعلاج بالفن، كاين الناس اللي هي مختصه بالعلاج ديال التربوي المعرفي، وكاين الناس اللي هي مختصه في العلاج العائلي، وكاين الناس اللي مختصه في الادمان على المخدرات، وكاين الادمان كومبورتمونتال ديال على سلوكي. دونك كاين بزاف ديال الاشياء اللي هي هذيك، ما كاينش علاج واحد، كاين واحد لو بروغرام، واحد البروتوكول اللي فيه واحد ليكيب اللي هي بلوري ديسيبلينير، فيها الناس بزاف اطباء نفسيين ومعالجين الادمان، وكاين معالجين نفسيين، كاين باغ اكزومبل النورو فيدباك، كاينه واحد السيده اللي هي مختصه في النورو فيدباك اللي تيعاون باش الواحد يعاود يلقى التركيز ولا ميموار ديالو ولا كونسونطراسيون ايتترا فاش يكون الدماغ مقيوس. ماشي هي على المشاكل الادمان، وتقدر اوسي تستعمل عند الناس اللي هما مسنين ولا عند الاطفال اللي عندهم مشاكل التركيز. دونك كاين طرق اللي هي كثيره اللي هو مهم. كاين واحد البروتوكول دو سوان اللي هو تتخدم على ما بين 18 ل 24 شهر باش المدمن يدوز من المرحله ديال العلاج. وماشي من العلاج، خاصنا نعرفوا الادمان سي اون مالادي كرونيك ا روشوت، يكون عنده لا ستركتور انترميديير ويكون عنده الادماج. عشان ما كاينش ادماج ما كاينش علاج الادمان. الوغ هذا البرنامج ماشي جديد، خاص حنا خدامين بهذا البرنامج اكثر من 15 سنه. هي هذا البرنامج لقى واحد كومون دير اقبال مش من عند الناس، ماشي في المغرب ولكن خارج المغرب، وتيجيو ناس اللي تيجيو يتعالجوا من خارج المغرب على حساب هذا البرنامج. تيجيونا ناس مغاربه وغير مغاربه من كندا، من اوروبا، من هذاك، باش يتبعوا هذا البرنامج، من افريقيا بزاف، باش يتبعوا هذا البرنامج اللي هو برنامج اللي تدخلوا فيه بزاف ديال التخصصات، والتخصصات مديورين باش يقدروا يعاونوا المدمن باش يبقاش في الهامش ديال المجتمع، باش يكون الادماج ديالو. خاص ما كاينش العلاج بالادويه ولا بالعلاج النفسي ولا السلوكي المعرفي. كاين بزاف د الحاجات خاصها تدخل الرياضه، تدخل العلاج بالفن، تدخل البروجي ديال القرايه، الخدمه، كاع اللي تيخلي الواحد باش ما يرجعش يتهمش في المجتمع. اولا مشكل الادمان على المخدرات ولا الادمان السلوكي اللي كيدخل فيه مثلا القمار، اللي كيدخل فيه لو جيمين، لي جو فيديو، لا تكنولوجي مودرن، هاد لي سمارت فون وهاد لي تابليت وهاد الامور كامله كاينه عند الاطفال اللي كيتضروا من هذا الادمان. كاينه خليه داخل هذا فريق العمل ديال الدكتور ايمان القنديلي اللي هي متخصصه في الطفل، في علاج الطفل، مواكبه الطفل، ادماج الطفل. هذا الطفل اللي كيكون عنده مغادره مثلا الدراسه، كنحاولوا اننا نواكبوه شهور وشهور حتى كيستعد القدرات ديالو النفسيه والعقليه والبدنيه باش يعاود يرجع للحقل الدراسي. هناك التخلص من هذه المشاكل المتعلقه بالتكنولوجيا الحديثه اللي الاطفال كيوقعوا ضحايا ديالها. كاين هناك طرق للعمل مع العائله داخل المدرسه مع فريق عمل متخصص. يعني هناك فعلا المام كبير بميكانيزمات التعامل مع الطفل. وكاينه حاجه مهمه كتاكد عليها دكتور ايمان القنديلي، هي ان سيكولوجيا الطفل ماشي هي سيكولوجيا الانسان اللي كيكون مسن اكثر ولا عنده، لا، الطفل عنده طرق في التعامل ديالو، عنده بيداغوجيا للعمل معه. وهنا هذا تخصص قائم بذاته في البسيكياتري وفي لا بسيكولوجي وفي لا بسيكوثيرابي. السؤال خصنا نطرحوه على لو بريزيدون ديال لو جروب اكديتال، ماشي عليا انا. حنا ما كرهناش نعمو ونقدروا نعطيو واحد لوفر دو سوان بارتو في المغرب، ويكون هاد الفورماسيون على هاد البروغرام وعلى هاد كاين اون ايكيب اللي هي مختصه بالطفل، كاين اللي تيدير لادوليسون، كاين اللي تيدير المسنين، على حسب. خاص ماشي نفس العلاج ولا نفس ليكيب اللي غادي تاخذ اون شارج طول الموند. كاين بروغرام على كل ترونش داج، وعلى كيما كاين امراض اللي هي عندها علاقه بالادمان، كل واحد عنده واحد البروغرام ديالو. هاد لي بروغرام اللي هما دابا معترف بهم احنا ما كرهناش يتعموا، ولكن هاد السؤال يقدر يجاوب عليه لو بريزيدون ديال اكديتال. من بعد ننظموا لكم لقاء مبادره مع لو بريزيدون داكديتال، رئيس ديال مجموعه اكديتال، اللي يقدر يجاوبكم على استراتيجيه عمل المجموعه اللي كتحاول ما امكن انها تشمل جميع تجليات المرض والصحه في المغرب. لان هناك وعي، وانا كنظن حتى على مستوى الحكومه، على مستوى المسؤولون على قطاع الصحه في المغرب، هناك وعي بضروره الوقوف اليوم على الصحه العقليه، على الصحه النفسيه، وعلى معالجه او الوقوف امام هذا الخطر الكبير اللي هو خطر الادمان، خطر المخدرات التي فشات داخل المجتمع المغربي، واللي اصابت اليوم وانتم شفتوا
هذا الكارثه اللي كنا عشنا في الصيف ديال 2023 مع البوفا. شفتوا التغطيه الاعلاميه اللي قمتوا بها، وكنشكركم. انا كصحفي كنت فخور جدا انني شفت هذا الوعي الكبير وهذه روح المسؤوليه عند الصحافه المغربيه والاعلام المغربي، اللي عرف باننا نحن بصدد مشكله، نحن بصدد ظاهره خطيره مجتمعيه اللي هي ظاهره استهلاك المخدرات. وما كاينش غير المخدرات اللي كنعرفوا، هناك مجموعه كبيره، واحد اللائحه كبيره ديال المخدرات اللي المغاربه كيستهلكوها اليوم. وخاص يكون واحد الوعي كبير بان الصحه العقليه ومحاربه المخدرات من ضمن المشاريع الصحيه الكبرى للمغرب التحديديه. كاين مراكز اللي هما دخلوا الفن، ولكن ماشي بواحد الشكل اللي داخل في التطبيب. كاين هنا دابا الفن داخل في التطبيب دون ديفيرونت مانيير. كاين الكتابه، كاين اللي تكتب القصه ديالو وعلاقته مع المخدر وعلاقته مع السلوك. كاين سكون ابل لا سوبليماسيون. كاين اللي تنظموا دي فيرنيساج ديال الناس اللي كان عندهم مشاكل نفسيه او ادمان واللي داروا واحد اون كارير اللي هي فنيه. وكاين ليكسبرسيون اترافيغ الفن اللي ما دخلش فيه الموسيقى، كاين الموسيقى، كاين الرقص، كاين التعبير الجسدي، كاين بزاف د الحاجات. كاين المسرح ايضا، المسرح ايغالمون. ومن الامور اللي تكلمت عليها هذه اضافه لهذه المساله الفنيه لانها مهمه. هناك مجموعه من المرضى اللي كانوا كيتعالجوا مع الطاقم ومع الفريق العمل ديال الدكتور قنديلي، ومن بعد اصبحوا تشكيليين وداروا معارض تشكيليه داخل المغرب وخارجه. هناك مرضى اللي كتبوا الكتب ديالهم وتنشرات وداروا التوقيعات، والكتب ديالهم احتضنتها دور نشر خارجيه من دول اخرى، لان هناك طاقات كبيره اللي ربما تفجر بالفن. خاص دابا المريض النفسي ولا اللي عنده الادمان عنده واحد الشخصيه اللي تتكون حساسه جدا. هذيك الشخصيه الحساسه تيكون فيها الابداع. ولا مشينا قلبنا على الابداع تنقدروا نحيدوا سكون ابل لي زونغواسون سوبليم. دونك ما كاينش هي التطبيب بالادويه ولا بالمعالجه النفسيه. بعض المرات تقدر تاكومباني الواحد باش يلقى واحد العلاج داخلي فاش غادي يقدر يبني شي حاجه. والفن تيدخل فيه بزاف ديال المشاكل. ما نهضروش على واحد الرسم اللي غادي نعطيوه بحال اللي تقدر تلقاه مراكز عادي يرسم ويخدموا. تنهضروا على ان بروجي كونستروي فني مع دي بروفيسيونيل. لي بروفيسيونيل كاين اللي في التعبير الجسدي، كاين اللي في الرقص، كاين اللي في الغناء، كاين اللي في الموسيقى، كاين اللي في الطبخ، كاين اللي في الفن. سيتادير باش يلقى واحد الابداع ويلقى واحد الباب اللي تتخرجوا من المرض ديالو وتدخلوا في ادماج ديال ادماج في المجتمع. الوغ حنا ما سيبليناش، خاطر حنا عندنا جوج ديال كاين هذه الخدمه اللي حنا تنديروها هنا كولتورال، وكاينه واحد الخدمه اللي درناها مع ليكيب ديالنا مع المراكز الادمان اللي هي بوبليك ودرنا لا فورماسيون في طنجه، في وجده، خاطر ما كاينش ما عادش تمشي دير في بلاصتهم، ولكن تقدر تعطي ديك الخبره اللي انت جبتيها وخدمتيها وداك الشيء تعطيها باش واحد الاخر يخدمها. وحنا مستعدين باش نعطيو الخبره باغتو باش اي كاع حنا ما كرهناش كاع ما يكونش هذا المشكل اللي هو ماشي مشكل مغربي، هو مشكل عالمي ديال الادمان والامراض اللي متعلقه بالادمان. وكيف سبق لي ودليت في واحد التصريح للاخوان الصحفيين، فريق العمل ديال الدكتور ايمان القنديلي كيكون لقاء مع جميع شرائح المجتمع المغربي. كيجي الانسان الفقير اللي مسكين كيكون ماشي من غير من حي شعبي، ولكن كيسكن مثلا في كارين يعني في بيدونفيل ما عندوش، ولكن كطبيبه راه انسانه قبل كل شيء. يعني راه كتفتح، وانا من الناس اللي شاهدين هذا الشيء، وهناك العديد من الاسر اللي استفدوا من هذه المساله هذه، انها كتساعد الناس وكتعاونهم وكتوصل معاهم حتى لانهم يلقاو يعني فهمتيني واحد خصو هنا وهنا. ما يمكنش تسد عينيك على هذاك الفقير، هذه راه مساله مطروحه. الناس كيظنوا بان غير الاثرياء والاغنياء هو اللي يقدر يمشي عند الطبيب النفساني ولا الطبيب ديال الامراض العقليه ولا يعالج المخدرات. لا، حتى هذاك الولد اللي جاي من اناسي مسكين وطاح في هذا المشكل ديال البوفا، حتى هو كاين اللي كيوقف معاه وكاين اللي كيعاونوه وكيمشي معاه فابور. علاش؟ لانه خاصنا نعتقوه هذه الامور الانسانيه حاضره. كاين هناك وعي انساني كبير داخل هذا فريق العمل، وهذا ما كيمنعش انك تشتغل باش نخدموا. كاين المركز، ولكن كاين العمل الجمعوي بوحدو، وكاين العمل ديال لا فورماسيون ديال الناس اللي يطلبوها او نيفو بوبليك لي سونتر بوبليك. دونك كاين بزاف ديال الحاجات اللي واحد تيقدر يديرها. واحد فاش تيكون عنده خبره وتيثق فيها ومعترف بها راه ما يقدرش يديرها بوحدو، يد وحده ما تتصفقش، خاصو يخدم مع كاع جانب كاع الاطر كامله. وبالعمل ديالكم نتوما وبالمعاونه ديال حتى هذه غنطرحها على رئيس حقاش دابا من تتخرج تيقدر يكون عندك واحد المسافه كبيره، يكون عندك جرده، يكون عندك سال دو سبور، يكون عندك بيسين، حقاش هادشي كله كاين.
فاش تمشي لواحد المساحه في الدار البيضاء اللي تنعرفوا، انا تنقول باش انا ماشي بروبريتير ديال لي كلينيك، ولكن عندك الحق، شحال ما كانوا المراكز شحال ما قدر يكون استقبال حسن، حنا متفقين. عبد الحق نجيب، صحفي كاتب، وانا مدير تواصل مع كازابلانكا ديكتولوجي سنتر اللي كتشرف عليه دكتور ايمان القنديلي برفقه فريق عمل اللي هو فريق عمل كبير فيه دي بسيكياتر، فيه دي بسيكولوج، فيه دي بسيكوثيرابيوت، فيه دي زارت ثيرابيوت، فيه دي كوتش دو سبور، فيه دي بروفيسور دو ميوزيك، فيه دي بروفيسور دو دانس. وهذه هي الخاصيه المهمه اللي كاينه في هذا لو سونتر، هو بغض النظر على طرق العلاج الكلاسيكيه اللي كنعرفوها، يعني الحوار المباشر اللي كيكون بين المريض والطبيب، المواكبه اللي كتكون لمده اسابيع شهور وكاين اللي كتستغرق سنوات، يعني العلاج هذا حسب الامراض وحسب عمق المرض وحسب الخطوره ديالو. ولكن الجديد هو المعالجه بالفنون، وهذه الطريقه ديال المعالجه بالفنون مهمه. هناك المعالجه بالكتابه وتاعنا تنشتغل فيها ككاتب، اشتغلت مع العديد من الناس اللي مدمنين على المخدرات، مدمنين على القمر، مدمنين على لي جو فيهم اطفال، واللي ساعدناهم على كتابه أو التعبير عن هذه المعاناة، التعبير عن هذه المشاكل، التعبير عن هذا المكبوت، عن هذا المخزون، عن كل ما لا يستطيعون قوله للعائلة ولا هذا. ملي تتساعدوا كتكون هذه طريقة من طرق للعلاج، كتكون وسيلة، يعني راك غادي معاه في الخط السليم. هناك العلاج بالفنون التشكيلية، معنا رسامة كبار كيجيو كيشتغلوا في ورشات للعمل مع الناس، معنا كذلك أساتذة ديال الموسيقى اللي كيجيو كيعلموا الناس الموسيقى وكيشتغلوا مع الموسيقى، معنا الناس اللي كيشتغلوا بالرقص، معنا واحد الفنانه مهمه لانها يعني عندها إلمام كبير بالتعبير الجسدي وكتشتغل مع المرضى بالتعبير الجسدي. وعندنا كذلك دي كوتش دو سبور، لان هنا في هذا لو سونتر كاين امكانيات كبيره، كاينه ان سال دو سبور مهمه جدا، يعني من مستوى عالي، مستوى دولي، وكاننا في فريق من فرق كره القدم، فيها جميع الامور، فيها السباحه، فيها كل شيء. والمريض ملي تيمارس الرياضه هذه بداية للعلاج، يعني هذه الأمور كاملة مجموعة في هذا الفريق ديال العمل اللي كتشرف عليه دكتور إيمان القنديلي، اللي عندها خبرة كبيرة دولية عالمية، أكثر من 20 سنة ديال العمل، اشتغلت في المغرب وخارج المغرب. ويعني هذه الخبرة اليوم كيستافدوا منها واحد المجموعة كبيرة من الناس، وخصوصا هذا المشكل اللي تطرقتوا ليه هو مشكل تفشي ظاهرة المخدرات في المغرب. الإدمان يصيب جميع طبقات الشعب المغربي، يعني من الأطفال إلى الشيوخ، مع اختلاف مشارب المجتمع المغربي. وإحنا اليوم كنظن بأن خاص يكون عند يعني المسؤولين المغاربة وعي بمحاربة هذا الوقع الخطير اللي كتجسدوا المخدرات داخل المجتمع المغربي. شفتوا معايا وانتم في الصحافه، وانا صحفي وسط منكم، هذيك الفتره اللي كنا كنشتغلوا على البوفه والاضرار ديالها اللي دارت، لانها رخيصه وكل شيء كيستهلكها وهذا، وكانوا عندها عواقب كبيره جدا، تؤدي الى الانتحار، تؤدي الى يعني جرائم كبيره. الانسان يقدر يقتل عائلته وهو تحت تاثير المخدرات. لا داعي اننا نتكلموا على القرقوبي، لا داعي اننا نتكلموا على تفشي يعني الشيره، الحشيش، الناس كتفتح في الزنقه وانتم هذه الامور كتشوفوا ولات مسائل عاديه، وهي راه ماشي عاديه، راه هذيك مخدرات. بلا ما نتكلم لك على الطبق، بلا ما نتكلم لك على المشكله، يعني الشباب الصغار في هذا الوقت هذا، يعني شباب صغار كنشوفهم، كاينين اطفال ماشي غير شباب، اطفال. كاينين الناس في الابتدائي تيكميو وقتي، كاينين الناس في الابتدائي كياخذوا القرقوبي، كاينين الناس في الابتدائي يجربوا البوفه، كاينين الناس في الابتدائي يجربوا الكراك، يعني وهذه امور شفناها. هذيك الادمان للاطفال، واش كاين شي مصلحه مختصه في هذه؟ كاينه هنايا، كاينه هنايا معنا في الفريق ديال العمل ديال الدكتور قنديلي، كاينين دي بيدو بسيكياتر وكاينين دي بيدو بسيكولوج بسيكوثيرابيوت اللي مختصين غير في الاطفال، كيواكبوا غير الاطفال، لان هذا تكوين يعني هو تكوين عنده طرق اخرى في المعامله. خص تكون عندك بيداغوجي دو طرافاي، خصك تكون كتفاهم مع الاطفال، خصك تكون عندك واحد القابليه لاستيعاب الالم والمعاناه ديال الاطفال، وخص يكون عندك الصبر الكبير مع الاطفال. هذا هو المهم، لان ملي كتكون كتعامل مع الطفل ماشي ملي كتكون كتعامل مع الادلت. وهذا هو اللي كيميز هذه المجموعه وهذا فريق العمل، هو هذا يعني
تعدد الاختصاصات اللي جمعت لأول مرة تجتمع في ان سونتر اللي فيه إمكانيات كبيرة باش المريض أنه يتلقى العلاج المناسب. وكنظن هذه سابقة مهمة، وكنتمنى أنها تكون غير بداية ديال دي سونتر اخرين ديال العلاج، لأننا في المغرب هناك وعي كبير بواقعية وبقوة الصحة والحماية الاجتماعية. وداخل الصحة والحماية الاجتماعية كاين واحد الجانب مهم جدا، هو الأمراض العقلية والأمراض النفسية ومحاربة الإدمان بجميع يعني تجلياته. هذه نقطة مهمة كنظن أننا اليوم وقفنا عليها، وأن هذه البادرة تكون بادرة اللي تفتح آفاق أخرى باش نحميو الشباب. والنصيحة الوحيدة اللي نعطي الشباب، أنا رجل رياضة ورجل فكر، أنا كنتأسف ملي كنشوف بأن الأطفال والشباب اليوم ما تيقراوش، ما كيمارسوش الرياضة، ما عندهمش حياة اجتماعية. كاين اللي مدمن على اللعب في الدار، عنده دوك لي جو فيديو في الدار، ولا عنده شي بلاي ستيشن ولا شي حاجة، ولا شادين التليفون. في هذا الزمن اللي ولاو فيه هذه الآليات هكا ديال التكنولوجيا ولا زمن صعيب. حنا في الزمن ديالنا كنا كنمارسوا الرياضة وكنقراو وكنلعبوا كرة في الزنقة، ما كمينا ما سكرنا ما خدينا قرقوبي ما درنا والو، فهمتيني. كنتمنى أن الآباء يحاولوا ما أمكن أنهم يردوا البال الأطفال ديالهم، وهذا العمل هو عمل مشترك ما بين الأسرة، ما بين الشارع وما بين المدرسة، لأن المدرسة خاصها تلعب الدور ديالها، لأن هناك مجموعة من المدارس، أنا ما كنعممش، ولكن هناك مجموعة من المدارس والصحافة كانت طرقات لهذه الأمور في قدام الباب ديال المؤسسة التعليمية. الناس كتبيع الحشيش، كتبيع القرقوبي، وكتبيع يعني هذه أمور اللي واقفين عليها رجال الأمن، واقفين عليها الناس ديال المدارس. الآباء مدركون لهذا الوضع، ولكن خاصنا محاربة أكثر. خاصنا يعني أن تكون ناخذوا مشكل المخدرات ومشكل الإدمان في المغرب ناخذوها كحرب، لأن هاد الظاهرة كتدمر شباب المغرب وكتدمر مستقبل المغرب. Bonjour, je suis Valérie Lascar Elfassi, psychologue clinicienne, addictologue et psychothérapeute cognitivo-comportementale. Je pratique également le neurofeedback dynamique. C'est une méthode d'entraînement cérébral qui permet de réguler l'activité du cerveau. Elle permet d'améliorer le fonctionnement cognitif, de mieux gérer le stress, d'améliorer le sommeil, et beaucoup d'autres choses peuvent s'améliorer grâce à cette méthode. Ce sont des séances de 33 minutes pendant lesquelles on est complètement relaxé, on écoute de la musique et c'est un appareil en fait. Donc c'est un entraînement cérébral qui permet de réguler l'activité du cerveau. C'est basé sur l'électroencéphalogramme, donc les fréquences du cerveau. Et en fait, c'est une interface cerveau-ordinateur qui va permettre de donner la bonne information au bon moment pour que le cerveau puisse réguler ses fréquences. Et ainsi, il va éliminer le stress et les insomnies. Il va pouvoir mieux gérer les situations difficiles, améliorer son fonctionnement cognitif, son sommeil, etc.